بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ما ينفعش نعدي قائمه صبري اللموشي من غير ما نتكلم فيها تاني. تعال نتكلم على قائمه صبري اللموشي والمنتخب التونسي لمباراتي كندا وهايتي. يلا بينا يلا بينا، عشان في كلام كتير بخصوص قائمه صبري اللموشي محتاجين ان احنا نتكلم فيه. يلا عشان احنا محتاجين نطلع الطلعه دي مع بعض. بيقول لك اعلن المدرب صبري اللموشي عن قائمه منتخب تونس الرسميه، ودي القائمه الاولى للمدير الفني التونسي الجديد مع المنتخب التونسي. يعني دي اول قائمه باستلافها على النبي كابتن صبري اللموشي يطلعها من ساعه ما مسك الاداره الفنيه للمنتخب التونسي. صبري اللموشي اعلن عن القائمه المستدعاه للمباراتين الوديتين امام كندا وهايتي في محطه جديده للمنتخب التونسي بيسعى من خلالها الاداره الفني لرسم مرحله مختلفه عنوانها التوازن بين الاسماء المجربه والوجوه الصاعده. وده الكلام اللي قاله لنا كابتن صبري اللموشي، اللي هو انا هعمل منتخب مزيج ما بين الشباب والخبرات. وكابتن صبري بالتوفيق. طبعا القايمه كالتالي: في حراسه المرمى ايمن دحمان حارس النادي الصفاقسي، وصبري بن حسن حارس مرمى النجم الساحلي، وعبد المهيب الشامخ حارس مرمى النادي الافريقي، ونور الدين الفرحاطي حارس مرمى الملعب التونسي. وطبعا هنا انت بتتكلم على يعني القائمه دي تم استبعاد البشير بن سعيد وعدم تواجد حارس الترجي البشير بن سعيد فيها. وده منافي تماما للكلام اللي كان بيقولوه ان البشير مستواه كان عاجب المدير الفني صبري اللموشي في ماتش الاهلي والترجي. ويمكن الراجل بيجرب وبيدي فرص كمان لايمن دحمان. خلينا نشوف. بالنسبه لخط الدفاع، على مستوى الباك اليمين والباك الشمال، علي العبدي لاعب نيس الفرنسي، والناحيه الثانيه موجود يان فاليري. لا، بيقول لك على مستوى الاظهره، ويتقدم علي العبدي لاعب نيس على الجهه اليسرى بخبراته الاوروبيه الى جانب مرتضى بن والناس لاعب قاسم باشا، ومحمد امين بن حميده لاعب الترجي. دول الثلاث باكات شمال بتوعك. علي العبدي